فتاة عزباء تنام مع شاب في العشرين من عمره في غرفة واحده ليله كامله. فتح لها الباب وقال لها في دهشة: من أنت؟ فردت عليه: أنا طالبة أتيت هنا مع المدرسة، ولكنهم تركوني وحدي ولا أعرف طريق العودة. فقال لها: إنك في منطقة مهجورة، فالقرية التي تريدينها في الناحية الجنوبية، وأنت الآن في الناحية الشمالية، وهنا لا يسكن أحد. فطلب منها أن تدخل وتقضي الليلة بغرفته حتى حلول الصباح ليتمكن من إيجاد وسيلة تنقلها إلى مدينتها. فطلب منها أن تنام هي على سريره وهو سينام على الأرض في طرف الغرفة. فأخذ شرشفا وعلقه على حبل ليفصل السرير عن باقي الغرفة. فاستلقت الفتاة وهي خائفة، وغطت نفسها حتى لا يظهر منها أي شيء غير عينيها، وأخذت تراقب الشاب. وكان الشاب جالسا في طرف الغرفة بيده كتاب وفجات. أغلق الكتاب وأخذ ينظر إلى الشمعة المقابلة له، وبعدها وضع إصبعه الكبير على الشمعة لمدة 5 دقائق وحرقه. وكان يفعل نفس الشيء مع جميع أصابعه، والفتاة تراقبه وهي تبكي بصمت، خوفا من أن يكون جنيا وهو يمارس أحد الطقوس الدينية. لم ينم أحد منهما. وفي الصباح أوصلها إلى منزلها وحكت قصتها لوالديها مع الشاب، ولكن الأب لم يصدق القصة، خصوصا أن البنت مرضت من شدة الخوف الذي عاشت فيه. ذهب الأب في اليوم التالي إلى الشاب على أنه عابر سبيل، وطلب منه أن يدله الطريق. فشاهد الأب يد الشاب وهما سائران ملفوفة، فساله عن السبب الحريق. فقال له الشاب: لقد أتت إلي فتاة جميلة أمس ونامت عندي، وكان الشيطان يوسوس لي، وكنت عندما يشتد بي الوسواس كنت أقوم بحرق أحد أصابعي، لا أتذكر نار الآخرة ولا تحترق شهوة الشيطان مع إصبعي قبل أن يكيد إبليس لي، وكان التفكير بالاعتداء على الفتاة يؤلمني أكثر من الحرق. اعجب والد الفتاة بالشاب ودعاه إلى منزله، وقرر أن يزوجه ابنته دون أن يعلم الشاب بأن تلك الابنة هي نفسها الجميلة التائهة. فبدل أن يظفر بها ليلة واحدة بالحرام فاز بها طول العمر. فمن ترك شيئا لله عوضه الله خير منه. لا تدع الشهوات تتحكم فيك.